عليكم على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ عليكم يا جماعة، حقكم على راسي. ما تقلديش احمد. بقالي كتير نايمة وما بطلعش. طول المصيف نايمه يا ولاد، طول المصيف والله. والله وحشتوني يا جماعة. ايه رايكم؟ انا جبتها لكم ايه زي ما وعدتكم. معلش أنا ضريبة، أنتوا عارفين علتي مش لازم كل ما أطلع أقولها. ما فيكيش علل، ده انت زي القمر يا لا، في بطوط. تعليق بيقول لي الكمام بتتحط يما فاكرين عشان النفس، مش عشان النفس يا جماعة. والله العظيم عملت كلمتين ما طايقاهم في بقي. والله العظيم انت قمر. والله ما طايقة. بيهم من غيرهم انت زي القمر. مش أحسن بالطبيعي كده. هي قاعده مرحرحه مع كده. إن شكلي مش وحش، يعني الهوا داخل له إيه. ده انت قمر يا بطوط، بسنان او من غير سنان زي القمر الله طبعا. يخليك. بطوط يا جماعه لا تقارن، دي صاحبه اجمل ابتسامه على اليوتيوب. ده أنا بوس. وقالوا لي والله مش الدرجات دي يا ماما. ده بصي يعني ده تواضع. كنت لسه مصوره لكم الفيديو تحت مع احمد واحنا بنفطر، وقلنا لكم بطوط حابه ان الفطار يكون في الاوضه، يعني احمد جاب لها الفطار وطلعت برضه قعدت في الاوضه ما بتنزلش. بقول لهم طلعت، هي اصلا ما نزلتش، هي بتحب تفطر في الاوضه، انزل ليه؟ تفضل قاعده كده أنا قاعدة في على البلكونة تتفرج على البحر. يعني انت فطرتي على الميه هنا، اكلت قعدت في احنا نزلنا البلكونة تحت. وشربت الحاجة بتاعها وروقت على كله حالها. تمام. ما رضيتش يا جماعه والله ان هي تنزل معانا، يعني انا بتحايل عليها كل يوم، والله كل يوم ابدا نقول لها طب تمشي معانا في وسط البلد، ابدا طب انزلي النادي تحت المنظر جميل والقعده على البحر وحمام السباحه، برضو ما رضيتش. وعلى فكرة ده فندق، ما هوش نادي، فندق. هو فندق او نادي او قريه فندق. هو كله نفس الوضع. الكلام ده موجه لاصحابي. فندق جميل جدا، ومش اي حد بيدخله الا لناس معينه، ناس محترمه طبعا. ناس لازم يكون تاريخهم كويس الحمد لله. وخدموا البلد، مش لملحدين او لناس مسلمين او لناس لناس قذرة. حسب اللي اسمهم ايه، الداعمين اللي هم بيدعموا اللي انتوا عارفينهم. لا، احنا ناس محترمه طالعين هنا. الفندق ده تبع شغل يا جماعه، ومش اي حد يملك ان هو يقعد فيه. فالناس اللي بتقول قولوا لي عشان ما جوش هنا، لا تملكوا ان انتوا تجوا هنا، والله ما تملكوا ان انتوا تجوا هنا. لا ممكن يكون مدني، المدني لو ما هم عايزين يجوا مدني، ما هو مدني طريقهم منيل، بس برضه هيتعمل تحريات، مش يعني اي حد، مش لاي حد. يعني حد يخدعنا ويروح يقعد في نقابة المهندسين. ما انتش مهندس او ما انتش مهندسة تقعدي على اساس ايه؟ بتوهمي مين اللي انت هناك، وبعدين ما انت شايفينك عند داعمة ماسكة المفتاح بتقولوا الداعمين اللي جايبين لكم ده. الداعمين. ما انتوا قاعدة زي الكلبة ماسكة مفتاح. مش يا ست الداعمين ولا مش الداعمين، احنا هنقدم كشف حساب عن نفسنا، احنا احرار. احنا لو فعلا تبع داعمين كنت لكن الفندق ده تبع انا. لا تبع مجالي انا. هو داعمين يا جماعه اللي دافع لنا، مش اي حد يدخل. وربنا يخليكم لينا وربنا يكتر داعمين. لازم يكون انسان محترم عشان يدخلوا، سواء مدني يا حبيبتي انت بتبرري لمين؟ ما اللي مش عاجبه اخبط راسه في ادخل حيطه. بس انا شفت كلب. لينا داعمين، لينا داعمين وبيدفعوا لنا كويس جدا جدا جدا، بيحبونا وبيودونا في اي مكان احنا عايزينه. بنتي اموره بالمايو بغير المايو، شكلها طبيعي، لا حاطه فلتر ولا حاطه حاجه، انسانه زي القمر. معلش يا ماما العين ما بتكرهش الا اللي احسن منها. انسانه زي القمر، اتوكسي على وقتك يا اللي بتجري ورا السراب يا موكوسه، تريق على خدتك يا موكوسه. انا ماليش في المتحولين يا جماعه والله، ما يعني ماليش فيهم. الفندق ده مش معفنه والله العظيم، لو قعدت عمرك كله ما تقدري تيجي هنا يا معفنه. ما نقدرش يا جماعه ان احنا يعني نقارن نفسنا بناس متحوله، ناس شواذ، يعني الفئه دي فئه قذره بعيد عنكم، فلا يمكن ان احنا نقارن نفسنا بيهم اصلا، ولا ان احنا نرد عليهم، فهمتوا؟ فانتوا لا تقارنوا نفسكم بينا ولا يعني تدققوا كده. لا طبيعيه، لا حتى والله لو عملتوا ايه. انا متجوزه ولا شكل القرد، استغفر الله العظيم. بتتكلمي عن المسخ الدميم كده؟ ايوه البنت اكيد هي المسخ الدميم المعفنه. المسخ الدميم ده الراجل بتحدف الضحكه. المسخ الدميم ده يا اصلا بنتي يا موكوسه انت لسه عايشه، يعني لا تروحي ورا اخوك يا بنت.
المسخ الدميم ده لا حصل لا ذكر اتكلمنا عن الداعمين، ولا انثى. ما الداعمة اللي دفعت لابن اخوك اللي انت بتقولي عليه عشان يطلع، يا سلام. ودفعت لاخوكي وما نفعش. يعني وكيل النيابه وبتدفع ورئيس النيابه لهذا ما المسخ، استوعبش. بص لنفسك يا موقوف، وبتصرف على هذا زي المسخ الدميم. الكلبة ماسكة المفتاح يا موقوسة يا خايبة. هقولي أكتر من كده؟ ما بطلش. هي لازم تتهز. لازم. يا بنت المقحومة يا بنت الجزمة. إيه وانت رأيك؟ لازم تديها الطريقه. أنا وأنا خايفة لازم أهزق كرامة أمك عشان تتظبط. دي عندها كرامات. هذا المسخ الدميم عنده كرامات. والله شكله أمها استغفر الله العظيم. يعوذ بالله، انصرف. ما حدش بيبص لنفسه. هو اصلا ما حدش طايقه، ده مسخ دميم يا جماعه، والله لا ما حد محصل بيقدر. لا ذكر ولا انثى، يعني فاهمين حاجه كده منبوذه، فاهمين يعني اليوتيوب كله اصلا تافف عليه، يعني مش عارفين ده ذكر ولا انثى فضلت ولا ورا ايه. واحد من العصابة لما دخل المستشفى. عقبالك يخرب بيتك، يخرب بيت وش امك الفقر. عقبالك ايها المسخ الدميم بقى، اركن على جنب يابا، ابهات يخرب بيت شكل امك. هو ده مناظر ترد عليه على الصبح. ما هعمل ايه؟ ما انا لاقياها بتموت، قلت اكمل موتتها. موتي انا بقضي أنا مش اسبوع عارفه عسل. الفندق ده إيه؟ ولا انت ولا عيلتك اقسم بالله ما تملكوا الدين. هي دي ليها عيله. انا جيت بتربيتكم بخدمتي في شغلي خدمتي الوطني جيته هنا. يا ماما دي لما انت جزمه ما تسوي يا بنت، ما تقدريش تخشي الامن ما يدخلكيش. بس ما تقوليش يا بنت والنبي عشان احنا بنزعل كبنات. ما هو بقى ده مسخ دميم لا محصل لا ده كده ولا ملاش كده. تصنيف والله ملاش شمبانزي. لا راجل ولا شمبانزي متنكر. اركن على جنب، انت اخدت اكبر من وقتك في الفيديو اصلا. هي والله العظيم ما بتستريحش الكلب ده الا ما هو مسخر اهلها. تشتري نكره زي دي مع انا عارفه ان دي مالهاش قلب، لقوها على الباب كده على باب الكيبوتس على الملجأ. يا ماما حد يشهر النكره ده، حد يرد على انثى الشيطان دي. ما قلتش اسمها لان انا قرفانه، لساني لسه طاهر، عايزه اصلي الظهر كده وانا طاهره، فاوسخ في لساني. سيرة نكسة. سيرة نكسة. ما مش هنرد على المسخ الدميم ده يا جماعه. احنا لينا ما داعمين. زعلتش يا بنت وانت ماسكه المفتاح يا بنت وقاعده ذليله كلبه، واحده عماله تشتم يا كلبه يا لا وبتشتم في المصريين. يا سفله. لا هي مصريه دي. لا الداعمه دي بتشتم في وهي دي المصريين. مش مصريه. الداعمه دي مش مصريه برضه. بقول لكم ايه، لينا داعمين ملناش داعمين، مالكوش فيه في بحر تيجوا تشربوا منه، اشربوا منه عادي، احنا ما يهمناش. قولوا في داعمين، قولوا ما فيش، براحتنا. انا مش هنفي حاجه ولا هبرق حاجه ولا هطلع دليل على اي حاجه، براحتنا. لكن موضوع الفندق ده تبعي انا. لا تبع الداعمين، وربنا يخليكم لينا يا داعمين، ويا ريت يا جماعه المره الجايه تسفرونا اوروبا بقى، يعني بالله عليكم. طب البنت ده انا عايزه ملصقات بقى. بلاش تسترخصوا، احنا عايزين ملصقات وعايزين داعمين، ولو حد يتبنانا برضه احنا مش معترضين والله يا جماعه. لله احنا مش ضد الفكره، عادي جدا. البتاع ده ويحطوا على ياخدوا اللي ياخدوه، ياكلوا من تحت رجليهم. المهم يا جماعه احنا مبسوطين وفرحانين ومروقين الحمد لله. ربنا يديم علينا الفرحه وكلنا مبسوطين وبطوط احنا مبسوطه بنحب بعض الحمد لله على بعض. الحمد لله. زيك دي مشرده، دي منبوذه. وانا وحماده عشان هي بتغير عليا قوي، يعني عارفه اللي هو هتموت عليا. انا وحماده بنقضي شهر عسل، اسبوع عسل. واخده لي بالك انت. اصل انا متجوزاه، انا بحب جوزي جدا جدا جدا، ماليش في حاجه تانية. اما نرجع القاهره ان شاء الله يا جماعه نفتح لكم لايف باذن الله ان شاء الله، عشان انتوا وحشتوني قوي 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 ان شاء الله. وتابعوا الانستا، كل الصور بتاعه المصيف نازله على الانستا يا جماعه، والمايو اللي مجننهم ده نازل على الانستا. عايزاكم تشوفوا بقى الانستا وتتابعوها كده، اعملوا متابعات عشان الايام اللي جايه في مفاجآت كتير جدا 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 جدا، وهتقهر ناس كتير برضه ان شاء الله. والله بنتي بتتفرج تقول لي ايه ده؟ دي انا بعت فيها انا ومحمود، ايه اللي جاب المعفنه دي من فك المهندسين؟ قلت لها يا بنتي دي صوره واخداها حاطه وش امها عليها. دي ايه دي؟ دي كانت بترسم الفكره نكره على الانستا ب$2. كنا على جنب. $2 $. Give me $. مسخ دميم والله مسخ دميم. ما علينا، لو كان القرد شاف ديله وما كانش اتعوج على غيره. سيبكم من الهطل ده بقى. المهم يا جماعه كنا بنفطر تحت، وقلت لكم ان بطوط والله ما راضيه تنزل وفطرت فوق والكلام ده.
فانا طلعت لقيتها قاعده كده متشمسه في البحر لوحدها، وقاعده كده مستمتعه بالمنظر ده، بعد ما شربت الحاجه الساقعه وفطرت وتمام. فقلت لها لا تقعدي لوحدك وانا موجوده، امال انا اروح فين؟ فجيت ان انا ايه ابقى فوق راسها. ليه؟ لان احنا كلها شويه ان شاء الله بطوط، ونلم شنطنا بقى ونتوكل على الله، نروح نجيب السمك والحاجه اللي انت عايزاها. وقلت لاحمد ان انت عايزه تشتري لحمه احمد لطف على الليل ان شاء الله نكون في على الفجر القاهرة ان شاء الله باذن الله. النهارده بالليل عقبال ما نوصل نعملوا لايف بالليل بقى النهارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تعالوا بقى اما افرجكم كده مين اللي ورانا في حمام السباحه. استنى بصوا بقى، يعني انا عامله لكم زوم على قد ما اقدر عشان تتفرجوا. احمد قاعد ومازن جنبيه، وعمر اللي في حمام السباحه لوحده. طبعا مازن يا حبيبي عايز ينزل مش قادر، بصوا يا عيني قاعد فوق على الكرسي جنب احمد، بصوا زعلان ازاي. وعمر هو اللي بيعوم، عمر قاعد في الصغير اهو، حمام السباحه الصغير. بصوا ده الحمام الكبير، بس عمر قاعد هنا في الصغير عشان يبقى قصاد احمد. يعني احمد قال له اقعد هنا قصادي ما تروحش في الكبير، عشان في رجاله كبيره يعني ممكن حد يغطسه ولا حاجه. وانتوا طبعا عارفين ان عمر سباح ماهر. لا بس يعني بصراحه هو عمر بيعوم عني، يعني انا ضايعه خالص. فانا طبعا ما نزلتش معاهم، انا قعدت مع بطوط هنا استمتع معاه بالاجواء دي. ما انا مش كل يوم هلاقي بطوط والاقي البحر بصراحه. فما صدقت تبقى جارتي هنا في المصيف. مبسوطه يا بطوط؟ انا بطي اه مش عارفه انام، الحقوا بتقولي مش عارفه انام. كل شويه يخبطوا عليا. الله، وفيها ايه يعني يا ماما؟ عايزه انام بس ريح. الله، هو انتوا بتطلعي مصيف كل يوم؟ بصوا عمر اهو ورا الشمسيه، وفي ناس نزلت معاه برضه، في ناس جايه ترخم عليه. واحمد اهو مازن. يا رب الصوره بس تكون واضحه لكم، يعني انا بصور لكم اهو من فوق خالص، يعني انا من اعلى القمم، يعني من اوضه بطوط من فوق خالص عماله اهو جايبه لكم الصوره وعامله لكم عليها زوم. بصوا بقى اجيب لكم المنظر ده كمان. بصوا بقى، بصوا اوضه بطوط بتبص على القلعه كمان. شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا عامله لكم زوم على قد ما اقدر عشان تتفرجوا على المنظر الجميل ده. يا نسناتة اتفرجوا. بصوا القلعه يا جماعه، منظر تحفه بصراحه تحفه. والناس طبعا على الشاطئ زحام رهيب النهارده زي امبارح يا بطوط. جمعه وسبت يا جماعه بتبقى زحمه جدا، زحمه جدا 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 في النادي، عشان طبعا كله اجازه وكله جاي يعوم ويتفسح وينبسط. وادي استاذ عمر اهو لسه مكمل قاعده في حمام السباحه. ومازن والله صعبان عليا بس مش عارفه اعمل له ايه، يعني حاولت ابسطه والله على قد ما اقدر في المصيف ده، بس قدر الله وما شاء فعل يعني. فرجتكم بقى على المنظر وعلى الفيو كده. بطوطه والله عندها حق ان هي ما تنزلش، هي قاعده شايفه كل حاجه من فوق. والله انزل هتعب نفسي ليه؟ قاعده ده فوق احسن. روقان، قاعده وشايفه اسمها ايه يا ماما؟ اسمها ايه؟ لا القلعه. القلعه احنا ما رحناش القلعه السنه دي لان يعني احنا بنبص عليها، فاحمد قال لي هروح نعمل ايه؟ يعني ما كلها قعدات على البحر، ما هي هنا البحر كله قصادك. ما بقتش فاقتنعت. لا كل سنه يا جماعه كنا بنروحها، السنه دي ولا رحنا القلعه ولا رحنا المنتزه ولا رحنا اي حته. باب الشقه هيترزع، احنا فاتحين باب الشقه كمان مدي طراوه كده مع البلكونه عشان مش عارفه افتح التكييف عشان فاتحين الازاز، بدل احمد ما يدفع مبلغ وقدره في بوظان التكييف يعني. فاحنا فاتحين البلكونه والباب. المهم كنت بقول لي انا نسيت. السنه دي ولا رحنا المنتزه ولا رحنا القلعه، يا دوبك يعني اتفرجنا بس كده على شوارع اسكندريه ورحنا سان ستيفانو. والنهارده ان شاء الله هنجرب الشيخ وفيق كسكسي ورز بلبن. ما جبتش، روحنا. شطحنا امبارح لغايه الفجر. عايزه ايه؟ وجاب لي قفل والله، والله قفل بدري. لا النهارده ان شاء الله احنا ناويين بقى، ده اخر يوم ملهاش اعاده تاني، فرايحين ان شاء الله. ساعتين اخر كام ساعه خلاص، يعني مش ساعتين قوي بس هم اخر كام ساعه. انت هتتغدى ايه النهارده؟ هتاكل ايه؟ اكلة مذبح، يعني سايبه القاهره كلها وجايه تاكلي هنا اكلة مذبح يا ماما. الحمد لله. لحمتهم هنا حلوه. اكلت فته امبارح باللحمه الضاني، اشتريناها جاهزه في هنا محلات للاكل البيتي، جميله جدا جدا جدا. والعيش مقرمشه كان. واحمد اشترى الملوخيه برضو قبل كده من هنا فظيعه.
الاكل البيتي هنا لا يعلى عليه. اليوم ده كله يعني الاسكندرانيه يا جماعه عليهم شويه اكل يعني الصبح بتعمل حاجة فظيعة. بس عيبها مش هتشطر. ما هي كانت ملهلبه بصراحه بس جميله جدا مع البتنجان كده احلى بتاعتنا بتاعت القاهرة. انا مش عارفه انا هرجع القاهره ازاي، والله ما انا عارفه انا هرجع القاهره ازاي يا ولاد. انا صعبان عليا ان انا امشي هتبيع القاهرة عشان الاكل. بصراحه. ايه امك ولا رحاب يا طاهر؟ رحاب طبعا يا امك. فانا والله صعبان عليا ان انا ماشيه وسايبه الاجواء الجميله دي وقاعدين اسبوع عسل، ولا بلاش اسبوع عسل دي عشان بتجنن الناس. اصلنا الله يهديك. يعني قعدنا الحمد لله مبسوطين والعيال انبسطوا، رغم ان مازن يا حبيبي يعني ما انبسطش قوي. بس احمد وعدني، لا احمد لسه قايل لي والله تحت، قال لي لسه الاجازه فيها شويه فممكن نخطف لنا يومين قبل الدراسه ما تدخل برضه. لوحديكوا بقى من غيري. ليه يا بطول؟ لا حلو كده. هتيجي معانا برضه. الحمد لله. اصل الداعمين هيودونا الساحل او الشرم. لو الداعمين هيودونا المرة الجاية موافقة. هيودونا شرم يا جماعه الداعمين المره الجايه، فانتوا عارفين بقى. لكن احنا نطلع على حسابنا نطلع اسكندريه، لكن على حساب الداعمين نطلع شرم ان شاء الله او الساحل او احتمال اوروبا، مش عارفين. اختار يا بطل. سامعين يا داعمين ها؟ هنحط كده الكره الارضيه قصادنا ونقعد نلطش فيها كده اللي فيها شمال ويمين على حسب بقى ما تقف فين. هنقول للداعمين وصلونا المكان ده. عمالة تتنطط زي الكلب. قرد بزدالي بسلسله ترد عليك. كلب شارع هدعكها تردي على قرد بسلسله. ما علينا يا جماعه والله العظيم، يعني انا ما بحبش السيره الوحشه دي على الصبح، انا بحب سيره كده تبقى ريحتها حلوه، لكن دي سيره تحس ان سيره معفنه هبه علينا مصننه. ريحتك فايحه كانت القرف. قفل الكاميرات وحش ده يا ريحه عزوري. السمك ده انضف مني. قفل الكاميرات يا اولاد بيبقى صعب على جايه تجري هنا بيبقى صعب عليا. معلش. المهم يكون الفيديو النهارده عجبكم، واديني طلعت لكم بطوطه اهي عشان ما تقلقوش عليها، عشان داخلين لي في التعليقات تقولوا لي قعدتي تقولي اسبوع كامل هتطلعي لنا بطوط، اسبوع كامل هتصوري لنا معاها فيديوهات احنا مش شايفينها اهي يا جماعه بحالها اهي. سلطان يا جماعه. ما تقلقوش هي موجوده وزي الفل وانبسطت، وهتنزل كمان تشتري اللحمه والسمك والحاجات اللي هي عايزه تشتريها دي عشان ما يبقاش ناقصها حاجه، يبقى احنا ايه والله ما قصرنا معاك. لحمتنا عجبتني صح كده؟ لما اكلت الفته عجبتني عشان ما يبقاش ناقصك حاجه، وانت من بدري اشتريتي الهدايا، من اول يوم نزلنا فيها اشتريت الهدايا، يعني مش ناقصها حاجه. ايه مش ناقصك حاجه خالص، يعني يا دوبك كده على القاهره على طول باذن الله. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ولايكاتكم بقى الحلوه ودعواتكم كده لبطوط حبيبه قلبي ربنا يخليها لي الكايده الاعادي. ده لو يبقى اعرى مدام علاء. لان الناس اللي بيكون مالهم حركه الغوايز دي. الناس اللي ما يكونش ليهم اهل بينكدوا اول لما يشوفوا حد ليه اهل، يعني الحمد لله يعني اللهم لك الحمد. اهل الولد دول لقوهم في الشارع لقطاء. ونشوفكم على خير يا جماعه في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.